سلام، معك مصطفى. مرحبا بك معنا. وفي هذا الفيديو غنشرح لك بخلاصه كيفاش الطريقه اللي كنشتغلوا بها في النظام الاكاديمي. لكن قبل ما نبدا بغيت ندير واحد الاخلاء للمسؤوليه. حنا ما كنبيعوا لك حتى شي حاجه، وحنا ما كنضمنوش لك انك غادي تكون غني بين يوم وليله. حنا فقط كنشاركوا معك الطريقه اللي كنحققوا بها ارباح من المجال، وانت كيبقى لك الاختيار وقرار الانضمام. طيب، كيفاش حنا كنحققوا ارباح في الاكاديمي، وكيفاش حتى انت ممكن تستافد معنا من هذه الارباح هذه؟ اولا كنعتمدوا مجال العملات الرقميه كمصدر للاستثمار، وبالتالي كنختاروا واحد العمله رقميه وكنستثمروا فيها وكنخليوها حتى كيرتفع الثمن ديالها وكنبيعوها وكنحققوا ارباح من ارتفاع ديال ديك العمله، بحال كيف ما وقع في العمله ديال البيتكوين حتى وصلت 100 ديال المليون. الطريقه الثانيه انه حنا اللي كنديروا الانتاج لديك العمله وهو الطبيع ديالها او التعدين، وبالتالي كتكون عندنا ارباح يوميه من 1% حتى ل 1.7% من الحجم ديال الاستثمار اللي داخلين به في ديك العمله. الطريقه الثالثه هي التسويق لهذه العمله هذه، وهي باش شفتي الفيديو ديالي في الاعلان. وهذه الطريقه هذه كتسمى تسويق بالعموله، بمعنى الناس اللي كينضموا للعملات الرقميه اللي كنسوقوا لها كناخذوا واحد العموله على كل شخص انضم للعمله، وبهذه الطريقه هذه كنحققوا حنا ارباح، وحتى انت كتحقق معنا نفس الارباح اللي كنحققوها حنايا. وهذه الملاحظه اللي هي مهمه جدا، هذا المجال هذا كيتطلب منك واحد الاستثمار باش تقدر تربح. مساله التاطير والمساعده اللي هتحتاج كلها غتوفر عليها في الاكاديمي بشكل مجاني.